الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة، مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر. كلمات اتعودنا نسمعها وأصبحت من الفلكلور المصري الأصيل. أهلاً بيكم في خربشة فنية جديدة نتعرف فيها على واحد من أجمل الأوبريتات المصرية. الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة، مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر. أوبريت الليلة الكبيرة لحن شيخ الملحنين العظيم سيد مكاوي، وكلمات الفيلسوف وشاعر العامية صلاح جاهين. وبسبب خلاف عائلي قرر صلاح جاهين إنه ينزل ضيف عند صديقه سيد مكاوي في غرفته بحي السيدة زينب في القاهرة. وقتها كان مولد السيدة زينب، والمولد للي ما يعرفوش هو احتفال ديني شعبي، نختلف أو نتفق معاه لكن هو موجود، بيكون في المراجيح والأراجوز وحلقات الذكر. أجواء المولد ولدت عند صلاح جاهين خواطر شعرية دونها وكونت أغنية لحنها الموسيقار سيد مكاوي. الأغنية كان مدتها 10 دقايق. قرروا إنهم يسجلوها في الإذاعة المصرية، ودي كانت بداية أشهر أوبريت مصري تم إذاعته سنة 1958. اتعلق بيه آلاف المستمعين، ومنهم طالب الفنون الجميلة ناجي شاكر. وفي نفس السنة اتأسست أول فرقة لمسرح العرائس في مصر، وتواصلت وزارة الثقافة مع الفنان ناجي شاكر للانضمام لفريق مكون من 9 أعضاء مدربين رومان كانوا بيشرفوا على تدريب الفنانين المصريين، واللي طلبوا منه عرض خاص مستوحى من البيئة المصرية للمشاركة في مهرجان بوخارست. وأول حاجة فكر فيها الفنان ناجي شاكر هو أوبريت الليلة الكبيرة، واتفق مع الفنان صلاح جاهين وتم إنتاجه في 3 شهور بس، ونجح الأوبريت وفاز بجائزة في مهرجان بوخارست. لكن النجاح الأكبر كان وقت عرضه جماهيرياً واستمرار عرضه لمدة 6 عقود. وأعيد إنتاج الأوبريت في الأوبرا المصرية سنة 2001، وتم الإعلان إن شركة جرافيكس ستوديو هتقوم بتقديمه كفيلم رسوم متحركة. دول فلاحين ودول صعايدة، دول من الكنال ودول رش. ومن المفارقات وفاة الصديقين في نفس اليوم. الشاعر صلاح جاهين توفاه الله في 21 إبريل 1986، ووفاة الموسيقار سيد مكاوي في 21 إبريل 1997. كل سنة وانتم طيبين. خلصت خربشتنا، استنوني في حلقة جديدة. كنت معاكم أنا مروة صالح.